السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شوية قراقيش كده في البيت، جمال جدا حلوين للمدرسة، ولادك يجوا من المدرسة او الصبح في الفطار مع جنب كوباية شاي بلبن، بتبقى جميلة جدا وسهلة وبسيطة. هنعملها مع بعض النهارده، وهي مكوناتها سهلة جدا، واي حاجة بتعملها في البيت بتبقى جميلة والله. وريحة العجين في البيت اصلا بيحسسك كده بالدفى، ولادك يبقوا فرحانين. حاجة جميلة. انا بحب اعمل اي حاجة في البيت كده، قرص او قراقيش او اي حاجة، وولادي بيحسوا بفرحة لما انا بعملها. هنعمل النهارده شويه قراقيش كده بساط للولاد، للكبار وللصغيرين برده، جميله جدا ما شاء الله. 3 كيلو دقيق، 2 كيلو دقيق، ال 2 كيلو دقيق عليهم كيلو سمنه، ال 2 كيلو عليهم كيلو سمنه، وكيلو لبن، وحطيت على كيلو اللبن يعني ايه شويه قد كده سكر. ماشي، لبن رايب يا بنات، لبن رايب، وحطيت عليه شويه سكر. والخميره انا جبت ايه خميره بيره، وعملتها الاول كده، جربتها علشان نشوف هتبقى كويسه ولا لا. وخمرت اهي الحمد لله جميله كده، هي اشتغلت معانا وفعاله. ولو احتاجنا شويه ميه دافين كده هنعجن بميه، مش هحط لبن تاني عشان ما ينشفش. بنحط اللبن الرايب ده كفايه مع السمنه مع الخميره الجاهزه اهيت، وشويه ميه دافين لو احتاجنا. خلاص يلا نبدا بقى. اول حاجه دي جهزناها اهوت، هنحط عليه السمنه بقى، يكون السمنه دي مسيحينها وبردت يا بنات، ما تبقاش سخنه. في ناس بتعملها، يعني والدتي بتعملها لازم تكون بتغلي من على البوتاجاز ونحطها على الدقيق. انا جربتها بالطريقه ديت جميله جدا وحلوه، وبرده الطريقه الثانيه حلوه، كل واحد بطريقته بصراحه. الطريقه دي سهله وهتعجبك خالص ان شاء الله. هنبدا بقى نبس كده بالراحه، هنبس كله، ندوب السمنه في قلب الدقيق. قلنا ال 2 كيلو عليهم كيلو سمنه، الكيلو بياخد نص كيلو يا بنات. ماشي، بصوا يا بنات بسناها خالص اهي، دوبنا السمنه في قلب الدقيق اهي. لازم أن تدوب خالص، تتوهي السمنه دي خالص في الدقيق، يبقى عامل كده رملي، فاهمه؟ اهو يعني بحاول اوريهولك خالص. بنتوه السمنه كلها في قلب شويه الدقيق اهو يا بنات كده. بستناها تمام ما شاء الله، بقت خلاص اهي كلها عامله، بصي بقت رمليه خالص. هنبدا بقى، احنا كنا نسينا نحط شعره ملح، يعني ايه شويه ملح صغيرين، معلقه كده من معلقه الشاي. ماشي خلاص كده، كده تمام. معلقه، يعني معلقه الشاي كده تملاها كلها وخلاص. ونقلبها بقى، كنا دي نسينا نحطها في الاول بس الحمد لله اهو. ماشي، ونبدا بقى نقلب اهو. يلا ونبدا بقى نحط اللبن حط عليه صوبة السكر. ممكن تحطي سكر على الدقيق او نحطه على اللبن، اي حاجه يعني زي ما تحبي. اللبن ده كامل الدسم، اللبن يا بنات بالقشطه بتاعته يعني. ماشي اهو. ونبدا بقى نقلب في اللبن كده بالراحه اهو يا بنات. عمالين يعني ايه، قعدنا نلف اللبن في قلب العجينه في قلب الدقيق لحد ما بقت بالشكل ده اهو. هنبدا بقى نحط الخميره. احنا قلنا يعني عملت الخميره كده عشان نجربها، عشان الخميره البيره دي انا اول مره اجربها، يعني انا بعمل خميره فوريه على طول، لكن الخميره البيره دي اول مره اجربها، فانا عملتها في حله كده لوحدها وما شاء الله هي بقت تمام، خمرته بقت تمام. هنعملها بقى مع العجين كده نلتها. بص لازم ندوبها خالص مع العجين كده، ونفضل نعجن فيها شويه. يعني القراقيش دي عشان تطلع حلوه لازم ايه، عايزه يعني ايه نعجن فيها شويه ونخدمها كويس. هنفضل نعجن فيها اهو وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات هنفضل نعجن فيها شويه، نفضل نعجن فيها شويه، مش شويه بس، شويه كتار كده اهو. نفضل نلف فيها. بصوا يا بنات بقى العجينه بقت جميله اهيت، خلاص اتلمت يعني وبقت حلوه اهي ما شاء الله، مش ناشفه ولا طريه، يعني بتكون كده اهي تعرفي تفرديها. هنبدا بقى ايه نلمها كده ونسيبها ترتاح شويه قبل ما نقطعها. هنسيبها ترتاح شويه كده، وبعدين ايه في مكان هعينها في البوتاجاز، يعني هنحطها في البوتاجاز كده ونغطي عليها بحاجه بلاستيك او اي حاجه، واحطها في البوتاجاز شويه وبعدين نرجع ايه نكملها تاني. بصوا يا بنات بقى، اللي عايزه تعمل القراقيش دي ساده عادي، عايزه تعمليها بعجوه، احنا هنعملها بعجوه النهارده. العجوه هي بنحطها في الحله بتاعت السمنه زي ما بقول لكم يا بنات بقى. اللي عايزين نعملها بعجوه، اللي عايز ياكلها ساده ماشي، احنا هنعملها بعجوه النهارده. جبنا العجوه هي بتحطيها في الحله بتاعت السمنه او معلقتين سمنه فيها بلدي كده، وبتدوبت على عين هاديه خالص على البوتاجاز، وبنسيحها خالص عشان تبقى لينه معانا. ماشي، يعني بتجيبيها، انا شاريها كده اهو، بجيب معلقتين سمنه بلدي واحطها على عين هاديه واسيحها. بصوا يا بنات انا عملتها على البوتاجاز اهي، خلاص سيحتها في معلقتين سمنه بلدي، بقت طريه وسلسه خالص. نقدر ايه نفردها زي ما انت عايزه يعني، وبتبقى طعمها احلى.
بصوا يا بنات انا سبت العجينه تخمر، يعني مش تخمر، سبتها ترتاح نص ساعه في الاول اهي، ريحناها نص ساعه وهنبدا بقى نفردها على الرخامه. هرش شويه دقيق كده، بنقطعها بقى قطع كده ونروح حاطينها على الرخامه ونبدا نفرد بالراحه. طالما العجينه مرتاحه معاكي وخدناها كويس، شوفوا ما شاء الله بتتفرد على طول اهي. احنا نعملها كلها ايه قراقيش كده بتتاكل، يعني ايه الولاد ياكلوها كده بالعجوه بتبقى جميله. ساعات بنعملها ساده بالشاي اهوت. تفرديها كده كويس، ما تبقاش ايه، ما تبقاش رفيعه قوي يا بنات، يعني بتبقى سميكه ايه بتاع 2 سم كده، يعني بتبقى سمك. بصوا اهو هقربها لكم، ما بتبقاش رقيقه قوي عشان ما تنشفش. لو انت هتعمليه ساده يا بنات زي ما انا قلت لكم، تسيبوا له ايه سمك كده بيبقى 2 سم، يعني بيبقى تخين شويه. لو انت بقى هتعمليه بقى محشي فيه عجوه او ملبن او اي حاجه، بفردها جامد، فردتها كبيره اهي، وبروح عامله العجوه بقى في النص كده بقطعها، لانها ما شاء الله ما عملناها بحته السمنه كانت جميله طريه، يعني بتقدري تفردها زي ما انت عايزه اهوت. وتفضلي بقى ايه تحطها كده بالطول. بصوا يا بنات بقى نبدا ايه بعد ما حطينا العجوه وفردناها كده، بتفردها يعني ايه بتاع 3 صوابع جنب بعض كده، وبعدين تبداي بقى ايه اهو تروحي قلبها كده ماشي، وهتجيبي سكينه يعني اقفلها كويس، وتبداي بقى ايه الزياده اللي تحت دي احنا هنقطعها مالكيش دعوه، يعني ايه هي زياده مننا هنقطعها دلوقتي اهو. بس هيطلع لك بقى ايه، بصوا ما شاء الله نصها فيه عجوه ونصها ساده، او ممكن لو فردنا العجوه اكتر هتبقى ملوها كلها، هنا هتبقى كلها العجوه ماشي. وتقطعها اهو، والباقي برضه هنبقى نعجنه من تاني ونعمله من تاني عشان يبقى كله محشي عجوه اهو يا بنات. بسم الله ما شاء الله جميل جدا. بصوا يا بنات قطعناها، بصوا كمان مره عملناه ديت، حشيناها كلها الاول مره قطعناها، كنا حشينا نصها ونصها، نصها فيه ونصها ما فيهوش، ديت ما شاء الله عملناها كلها فيها وصغيره وشكلها جميله اهي. تفرديها ورحنا مقطعينها بالسكينه، نبدا نرصها بقى في الصاج اهوت. بترصيها في الصاج اللي انت هتسوي فيه، ده احلى حاجه. طبعا مش ما عندناش صاجات كتير هنرص على صينيه، بس حلو قوي ان احنا نرص في الصاج اللي هنسوي فيه، دي بيبقى جميل جدا عشان لما تخمر ما نقعدش نشيل ونحط فيها، الهواء اللي دخل فيها يخرج. بس معلش بقى ايه بتبقى طريقه حلوه والله. حتى ما بعمل قرص بعملها في الصاج او الصينيه اللي انا هسوي فيها في الفرن على طول، مش بحب اقعد انقل من مكان لمكان، يعني الا لو كنت مضطريه. البنات بعد ما خمر رصيناه في الصاج كده، وهندخله بقى الفرن. درجة الحرارة سخنا الفرن شوية، وعملنا الشواية اللي فوق عالية واللي تحت نهديها خالص على الاخر عشان هنحط تحت. ومعاكم اهو جميل، وهوريه لكم دلوقتي بعد ما يتعمل. ومعانا اهو يا بنات القريش بعد ما خمرت شوية، رصيناها في قلب الصاج كده، وهندخلها بقى نسويها، وهوريها لكم دلوقتي اول ما تستوي معانا اهو يا بنات. معانا بعد ما طلع من الفرن جميل وشكله جميل وحلو، تشربيه بشاي بلبن، تاكليه كده طعمه جميل ولذيذ وطري خفيف جدا وهش. ادوق معاكم بقى اهو، طعمه جميل جدا اهو، ومن جوه عامل ازاي زي اللي بيجي من بره بالظبط، وده في البيت مضمونه عارفه عامله ازاي حاطه فيه ايه. جميل جدا يا بنات، جربوها يعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.